أصبحنا وأصبح الملك لله، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهارده كده تصوير لي اول يوم العيد. هقول لكم بقى احنا عملت ايه كده، ايه قضيت اليوم كده ايه. هقول لكم كده مقتطفات كده من اليوم اللي احنا قضيته يعني في البيت. طبعا احنا اول يوم في العيد في البيت. اول حاجه كده مسكنا ايه، قلنا نعمل بقى كده رنجة. اول ما صحينا بصراحه كان لها شقه بصراحه يعني. فما كنتش استنيت حتى ان انا شويه حتى على النار. ريحتها كانت فظيعه بصراحه. اللي هو اقفل الكاميرا امصمص اللي يطلع وارجع ارجع لكم تاني. ما يهونش عليا ارمي منها حاجه بصراحه. طبعا انا الكيس كان خايلني. اللي انا كنت لابساه عشان خاطر مش عايزه ايدي بقى تبقى ريحتها رنجه وكده، عشان خاطر لو حد جالنا او حاجه يعني من الضيوف. إيه فهنا بقى كنت بحاول ان انا اقشرها، بس الكيس كان مضايقني بصراحه. فانا اخر مسحه هقلع الكيس بقى واحنا محظنا. انا هنا بقى عندي العيال بصراحه ما بيفهموش حاجه في الاكل، يقول لك الرنجه لا ريحتها وحشه والفسيخ ريحته وحشه. انا بصوا انا ما بحبش الفسيخ بصراحه. لكن الرنجة لا. لا ده الرنجة ديت عشقنا كلنا. انا اعتقد مصر كلها اول يوم العيد كانت رنجة وفسيخ وملوحة والحاجات دي. بس انا مش عارفة يا جماعة، في ناس بيقولوا بناخدوها كده واضربوها في الخلاط فانا مش مقتنعة بصراحة. انا ما كنتش احس بطعم لحم الرنجة كده وانا باكله. لا ما اقتنعش. يعني حد جرب موضوع الخلاط ده؟ انا ما جربتوش بصراحة ومش قادرة اجازف فيه بصراحة، يعني ما يهونش عليا ان انا ابوظ الرنجة، يعني اجرب في اي حاجة واجرب اي حاجة تانية غير الرنجة بصراحة. هنا قلت اقطعها كده قطع كده صغيره واحط عليها كده كام حته فلفل كده الوان. بيعطيها طعم جميل جدا جدا جدا. كنت كمان عايزه احط اللهم صل على النبي. كنت عايزه احط بتاع، قولوا معايا يا ولاد، دماغي تاهت واقسم بالله العظيم. شفت الرنجه برضو عارفين مع اني لسه واكلاها. بس دماغي تاهت برضو. كنت عايزه احط طحينه. كنت عايزه احط طحينه افتكرت اهو. بص انا قلعت الجوانب، قلت بقى بلانيله. احنا مش وشويه كمان، هو قلع كمان ضوافر. مع ان بصراحه يعني كنت عايزه ايه، يعني احسس ان انا خلاص الراجل خدت منه الفلوس فصرف ومكلف، فانا عايزه اقول له الصرف باين. بس احنا مش وش الكلام ده. مش وش هوانم ضوافر ايه والكلام فاضي، احنا مش بتوع الكلمات دي يا اما، احنا مولودين في المطبخ. عايزه اقول لكم بقى بمناسبه بقى الصرف. احكي لكم كده بقى موقف كده حصل، واعتقد كلنا بيحصل معانا المواقف ديت. فبلاش تقعوا بقى في الفخ ده. إيه هو بقى الفخ؟ الفخ اللي انت ايه اللي هو الفلوس قبل العيد. تاخدي كام عشان تجيبي فلوس العيد هدوم من عيالك وكده يعني، وتريبوها يريح دماغه. فاحنا طبعا بقى كعادتنا احنا بنحب نطمع شويه. فاللي هو انا ايه، طب خلاص شوف انت عايزه ايه. فمالك لا قولي انت. فقلت يا بنت كده اضربي كده رقم، قلت 10. اللي هو ايه 10 واطلع اجري. فقال لي 10 10000 نقط ماشي. فقلت ايه ده؟ ده ماشي من غير مجادله؟ لا يبقى انت كده ضحك عليك يا ام حنين. فقلت له لا استنى بس 10 بس من غير عبد الرحمن. فاللي هو انا طالما ما فيش مجادله يبقى انا كده اتضحك عليا فلا. فقمت راجعه في كلامي قلت له لا بص انا هاخد منك 10 بس مش ماليش دعوه بعبد الرحمن. طبعا الكل اللي عارفني عارف انا معايا 4 عيال. فقام قال لك لا انت كده بتستعبطي، انت كده عايز تعملي عليا مصلحه. قلت له خلاص انزل انت وهات. فانا قلت بقى خلاص هو لما ينزل هيشوف الاسعار. فقال لك لا خلاص ايه، خدي 15 وبعيد عني. فقال لك لا طب خلاص انا هنزل انا معاكم. وايه واجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. صرفته بقى كتير صرفته قليل فخلاص. فانا عايزه اقول لك مش كنت تتشكي في لسانك وخلاص، كنت خدي الفلوس اللي قالك عليها واسكتي. يعني ممكن كنت تعمل لك اي مصلحه وخلاص تطلعي بيها 200 300 جنيه 500 جنيه انت وشطارتك. فقلت خلاص يا بنت اصبري. هو كده كده اصلا اي راجل ما بيقولوش تقطن هو يلف مع الحريم بتوعه، يعني عشان احنا ايه بنحب نقعد نلف ونخش المحل ده نخش 20 محل وفي الاخر نرجع لاول محل احنا جبنا منه شفناه اول حاجه يعني. بصوا بقى انا شكل الرنجه يا ولاد عامله ازاي. ما علينا مش عايزه عشان ما انساش. المهم ايه، فقلت خلاص هو كده كده مش هيجيله طقطان. فالمهم نزلنا بقى قلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، لسه نازله نشوف اول محلات كده لقينا لك الاسعار ضرب نار. ضرب نار يما. فاللي هو انا قلت ده الحمد لله ان انا ما وقعتش في نفسي في قلب الفخ. ما وقعتش نفسي في قلب الفخ المنيل ده. تخشي هناك تشوف الاسعار تتوهمي، مش تصطدمي تتوهمي. ف وهو بقى كمان ما عندوش حته الفصال، يعني احنا مثلا احنا كحريم بنحب نبص نمرر اللي بنشتري منهم. لازم نفاصل، ده اساسي يا جماعه، دي حاجه بالفطره عندنا.
حتى لو مكتوب عليها مثلا المحل يقول لك ممنوع الفصال، لا ممنوع ليه، انا داخله فين؟ داخله الجنه؟ ممنوع الفصال فين؟ مش عندنا الكلام ده. فاحنا لازم برضو نفاصل. المهم هو لما يجي معايا عايزه تاخد اقول له طب فاصل باي حاجه، يقول لك يا ست سيبها لله، خلي الناس تسترزق، احنا نفاصل في ايه يعني؟ 20 30 جنيه 50 جنيه في كل حاجه مش حكايه يعني. فاللي هو لا، انا ما عنديش انا الطقوس دي، احنا لازم نفاصل. احنا كحريم لازم نحب الفصل، وده اساسي يعني، ده مش عيب على فكره، ده ما عيبناش يعني، عشان خاطر ما حدش فكر ان احنا بخله او حاجه، لا دي اساسي عندنا. المهم والله العظيم صرف اضعاف من ما طلبت وهو جاي باشا. فقلت الحمد لله يا رب انا ما طلبتش منه، ان انا كنت انا اللي هغرز، فاهمين يعني اللي هو ايه، فاحت فحت الاخيك. فلو قلت لا خلاص حلو قوي كده. قلت خلاص بعد كده لا، هو بقى اللي ينزل يجيب احسن، ما انا ما انزل اجيب، لان الاسعار كل مدى في العالي يعني. عشان خاطر انت مثلا ايه ما تاخديش وتتدبسي، الا بقى لو انت عارفه انت هتجيبي من مكان معين انت عارفه ان هو اسعاره كويسه، بس انا اعرفه والله من الوقت ما عاد فيه اسعار كويسه بصراحه. فدي يعني احنا كلنا بنقع في نفس المشاكل دي، اللي هو لا بيديكي مثلا مبلغ فانت ما تبقيش انت عارفه تمشي عليه، او مثلا احنا مش عارفين نمشي عليه، احنا عايزين نطلع مصلحه من ورا منه. فاللي انت بتبقي متضايقه انا زي ما نزلت زي ما طلعت، طب انا كده كسبت ايه من الليله دي؟ ما كسبتش منها حاجه. فبصي خلاص ايه، انت لما تلاقي الدنيا كده خلاص خليه هو اللي ينزل يجيب، هيصرف اكتر ما انت ما هتطلبي، ويبقى خلاص هو مقتنع وشايف. لكن لو انت طلبتي وهو ما شافش هيقولك لا انت بتضحكي عليا كده، انت بتستغليني، او ايا كان بقى اللي هيقوله. فلا بعد كده بقى لما يجي ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر تيجي تاني تطلبي منه حاجه، فهيبقى عارف لا ده انت كده اوفر لي خدي، فاهمين قصدي؟ فهو خلاص مر بالتجربه ونزل جاب وشاف. فهو كان جاي قايل لك والله يا ريتني كنت اديتك ال 15. فقلت له شوف سبحان الله، عشان نيتي خير بس، نيتي خير ليك، انا مش ضمري اي حاجه يعني. فاحنا كلنا بنقع في الفخ ده، فبلاش نطمع عشان خاطر اليومين دول ما فيش فيها اصلا انت تعرفي تعملي اي حاجه. ده غير طبعا الخناقات الاساسيه بتاعت يوم الوقفه. احنا برضو معظم مش عارفه ليه يا جماعه احنا ليه بيحصل دايما كده مشاكل قبل الوقفه بيوم. ده غير بقى خناقه لبس العيد، فهو بيبقى طالع بقى يا عيني، بيبقى من خزين رمضان يا مش رمضان، توابل رمضان، هدوم عيد، ده غير بقى اللحوم والفراخ بتاعت رمضان، هدوم عيد بقى، تعالى بقى يوم الوقفه الكوافيرات بقى والحاجات بقى. فاللي هو انت ايه يعني، بصي مشي دنيتك، مشي دنيتك لدورك، مشي بنفسك. ودايما الخناقه بتبقى دايما بتاعت يوم الوقفه دي، واحنا دايما كلنا بنتاخر في الكوافير، فمبقوش عندهم حته اللي انت ايه غصب عنك، لا. فمش شرط يعني نروح يوم الوقفه، تقدر تروحي مثلا قبل الوقفه بيوم، او لو انت مثلا عندك بقى يعني كوافير حبيبتك كده ولا حاجه، انت بقى ايه معاها على التليفون يا دوبك عشان تنزلي ما تقعديش، خلاص اللي انت عايزاه وتمشي، فاهمني؟ عشان احنا كلنا برضو بنقع في نفس المشكله دي. فالسنه دي بقى ان شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله عدت على خير من غير خناقات، من غير خناقات. ف... فالحمد لله يعني عدت. لكن كانت كل سنه اختكم كانت بتقع في نفس الفخ ده بصراحه، بس السنه دي قلت بقى لا يعني ايه، احاول ان ايه اتعلم من اخطائي يعني. هنا بقى كنا احنا خلاص خلصنا كده الغدا وعملنا كده الشاي، فقلت اغسل بقى ايه الاطباق اللي طلعت كده عشان الزفاره. انا على قد ما بحب الرنجه والسمك وكده، على قد ما بكره ريحه المطبخ وزفرته، بحس دايما ان الريحه بتبقى معبقه الشقه كلها. يقول لي يا بنتي والله ما فيش حاجه انت موسوسه، ما فيش ريحه ولا في اي حاجه، لا بس ببقى مش مقتنعه بصراحه. وبرده كده ايه قمت غاسله البوتاجاز، مع اني ما عملتش حاجه اصلا على البوتاجاز، بس الميه اللي غسلتها بتاعه المواعين يعني وكده، فجيت نزلت ميه يعني على البوتاجاز، فقلت برده امسحها كده بالمره عشان خاطر يبقى ايه احافظ بقدر الامكان على نظافه البيت. حتى على الاقل فتره العيد يعني يا جماعه، والله يعني انا مش عارفه احنا ليه ما بناخدش حتى اجازه في العيد يعني. الرجاله بياخدوا اجازه من شغلهم ما بيعملوش حاجه، ليه احنا بقى نفضل مزروعين برضه في قلب المطبخ يعني؟ عايزين نحل الموضوع ده، مش عارفه. نفسي اقول لهم يعني انتوا بتاخدوا اجازه، نفسي احنا بقى ناخد اجازه يوم عن الطبيخ والغسيل والترويق والمناهده بتاعه العيال. نفسي بصراحه في الموضوع ده، بس يلا هنعمل ايه بقى. هنا برضو كده قلت برضو امشي كده الرخامه كده ايه تلميعه كده على المشي، عشان خاطر ايه يبقى الدنيا معايا تمام التمام. هنا بقى ولادي كانوا بقى خرجوا كده كلهم، راحوا ياكلوا بقى كشري بره، دول كانوا وحشهم بقى الكشري. فراحوا بقى ياكلوا كشري كده بره وكده يعني، واحنا بقى اكلنا الرنجه. عيالي ما بيحبوش الرنجه والله، ما بيفهموش. ده الرنجه جميله جدا، حد بيكره الرنجه يا جماعه؟ ده جميله، ده الرنجه تحفه. هنا برضو عشان خاطر احس ان مفيش اي ريحه، قمت مولعه كده ايه حبه بخور كده في قلب البيت، عشان خاطر احس ان الدنيا تمام. هنا بقى المطبخ كده ايه بشيك كده عليه كده، لقيته تمام مفيش فيه حاجه.
فقلت يلا برضو كده في الصاله مطرح ما اكلنا. جبت كده المكنسه، مع ان انا برضو كنت فرشه مشمع يعني واحنا بناكل، ولميت المشمع ورميته، بس هو برضو ايه الوسوسه يعني. فقلت ايه اشغل كده المكنسه كده، اشفط كده المكنسه السجاده يعني لو في اي حاجه، واولع برضو فيها بخور كده. هنا بقى كنا احنا خلاص كده، كنا بعد المغرب، فكنا منتظرين بقى الضيوف يعني وكده. فقلت بقى ايه اشغل برضو بخور عشان خاطر ايه لو ريحه رنجه ولا ريحه اي حاجه في قلب البيت ما يبقاش لها ريحه يعني. وبرضو اخش كده ايه هنا كده خلاص كده بوريكم كده البيت اهو تمام، مفيش فيه اي حاجه. هشغل برضو كده بخور، وهخش كده الم كده الغسيل اللي انا كنت غسلاه، مش كان غسيل كتير يعني. كان غسيل كده بتاع اللي هو ايه الغيارات بتاعه العيال بتاعه يوم الوقفه. فاخدهم بقى كده اطبقهم، هم حبه صغيرين مش كتير يعني. اطبقهم بقى كده وانا قاعده كده ايه بتسلى بقى كده وانا قاعده. بصراحه البيت بيبقى هادي بقى كده وجميل ازاي، بتبقى انت اصلا حابه، والله والله انا مش ببقى عايزه اخرج طالما البيت عندي هادي كده ونضيف واي حاجه انا بحبها مثلا بتفرج عليها. هنا كنت جايبه المسرحيه بتاعت العيال كبرت، وقلت بقى ايه هاتلك كان زي كده يا بت بقى وايه واضربيها كده وانت قاعده بتطبقي الغسيل ده كده. بصي ببقى عندي ان هو ايه مزاج، انا كده مش عايزه حاجه تانية. انا كده في قمه انبساط. هنا بقى خلاص كنت هطبق كده بقى الغسيل كده بقى، وكده بقى مستنيه بقى الجماعه كده يجونا، ويا رب يبقى اليوم ما يكونش طويل ويكون خفيف كده. واشوفكم واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.